فيها يديها اللي كيقول لي علاش كدوي على العين وكدوي على داك الشيء وكدوي دا. انا واحد الانسانه كنامن بالعين، فانا نهار قبل من العرس ها هو طار تفرجها كامل. اللي بغى يامن ان العين حق راه هو هذاك، ما بغاش راه هو هذاك. كاين اللي ما كيوقع ليه والو، انا خوتي كيوقع لي، انا راه كنهضر على الحاجه اليوم غدا كتطقش. حتى واحد الحاجه اخرى راه ما كتعرفش اش كيوقع في الحياه، ما كتعرفش واش غادي تطول مع داك الانسان، واش غادي تفاهم معاه واش ما غاتفاهمش معاه. ولدي الله يرحمه توفى، وكنشوف انا هاد الزوجه ديالو اللي كتقول الزوجه ديالو امها اللي كتخاف على الشهره ديالها، هي خايفه على الشهره ديالها، وقالت لي انا خايفه على الشهره ديال بنتي حيت بنتي متعلقه، بنتي فنانه، بنتي مغنيه، وانا ولدي راه مات الله يرحمه. على العرس، من بعد العرس بنهار سافر هو وياها لمراكش. احنا بلي جينا للدار مع مو داكشي كنسيقوا الدار وقادو، لقينا السحور هنايا، ولقينا السحور في المعطف ديال الكوستيم ديالو ديال العرس. ومن هذيك الوقت الدري هو الصحه ديالو تدهورت. القصة الكاملة ديال الراجل الفنان المغربي ريم فكري، كيفاش داروا حتى خطفوه ويعذبوه وقطعوه وارتكبوا هذه الجريمة البشعة، وعلاش العائلة ديال رضا زوج ريم خرجوا اتهموها اتهامات خطيرة، وكيقولوا بان ما بغاش ديكلاري حتى بالاختطاف ديال راجلها وخافت على الشهرة ديالها. تفاصيل الجريمة كاملة ديال رضا زوج ريم فكري غادي نعرفوها في هذا الفيديو من الاول حتى الاخر. ما تنساش تضغط على زر لايك واشترك في القناة وتعطينا الرأي ديالك في التعاليق. رضا واحد من الجالية المغربية اللي كتعيش في فرنسا، واللي اتخذ قرار باش يدخل البلاد ويدير استثمارات، وتقريبا دابا داز عام باش تزوج بالفنانه المغربيه ريم فكري، وشي شهور قلال دابا دازو طراو بيناتهم مشاكل وتخاصموا، حتى غادي يخبر لي الاثار وغيتصلوا العائله ديالو من فرنسا وغادي يعيطوا لمراتو ريم وغيطلبوها باش تمشي ديكلاري حيت اختفى وما بقاش بان، على حساب الهضره اللي خرجوا بها العائله ديال رضا اللي مرات ولدهم الفنانه ريم تعطلات باش تمشي ديكلاري عند البوليس، وكيقولوا ان ما بغاش تمشي ديكلاري بالاختفاء، خافت على الشهره ديالها، من بعد ما غادي يبقاو انسيستيو عليها باش تمشي ديكلاري وتبلغ بالاختفاء ديال راجلها رضا. قبل ما يديكلاريو ريم والعائله ديالها غادي ديبلاصاو للدار ديال رضا وغادي ينقزوا الصور ديال الدار باش يشوفوا شنو كاين وشنو واقع، بحكم ان ريم في الشهور الاخيره كانت مدابزه مع رضا ومخاصمه معاه وكان بدل السوارد ديال الدار، وعلى حساب الاقوى ديال عائله راجلها رضا، وحيت حنا عارفين المجتمع المغربي مزيان ان العروسه مع عمرهم كيقولوها فيها زوينه واخا دير اللي دارت، الزوجه المغربيه ديما كتبقى في عائله راجلها ما مزياناش، واللي غيتهموها بان سرقات خزنه عامره بالفلوس من الفيلا ديال رضا، عاد مشات بلغات الشرطه بالاختفاء ديالو، البوليس مباشره غيمشيو للدار ديال رضا وغيرجعوا للكاميرات، هنا فين غادي يكتشفوا واحد جيب كحلاجات ونزلوا منها افارقه، ضربوا رضا وهزوه خطفوه، البوليس غادي بوانتيو السياره ديال الجيب الكحله وغادي يقدروا يلقاوها في مدينه المحمديه، البوليس ملي غادي يحجزوا الطوموبيل ويديوها الشرطه العلميه غادي يلقاو فعلا بان كان فيها لاطراس ديال الدم وتغسلات في اللافاج، البوليس مباشره غيمشيو عند اللافاج اللي تغسلات فيه الجيب الكحله، غادي يلقاو واحد الدري اللي خدام وغسلها هو بالضبط، واللي غادي يعترف البوليس ان جيب الكحله جات تغسلوا فيها الدم، الخدام مشى عند مول لافاج ونبهو وقال لي بان الطوموبيل عامره بالدم، مول لافاج غادي يقول السيد اللي خدام عنده هاد الناس كنعرفوهم مزيان وكيصيدوا، داكشي علاش غتلقى في الطوموبيله لاطراس ديال الدم، مباشره البوليس غيعتقلوا مول لافاج وغيتمكنوا من الوصول للجاني الرئيسي اللي الاسم ديالو تيربو ومعروف بالجرائم ديالو الاختطاف في مدينه المحمديه بالسوابق، وغادي يعرفوا بان هذا المجرم تيربو كرا افارقه جاو من فرنسا باش يصفيوها الرضا، مشاو تلقاو ليه حدا باب الدار بالجيب الكحله وخطفوه وداو واحد الدار في المنصوريه، وتما غادي يبقاو يعذبوه ويقطعوه، ولحد الساعه اللي كنهضروا فيها في هذا الفيديو الشرطه مازال ما لقاتش الجثه، العائله ديال رضا كاملين طاروا من فرنسا وجاو دخلوا المغرب في الوقت اللي كانت خاص تظهر عليهم علامات الحزن والتاثر بالوفاه ديال ولدهم، بانوا كيهضروا عاديين فقط كيقولوا بان داك التيربو كان عنده حساب مع ولدهم قبل شهر، واول حاجه داروا هي يتهجموا على مرات رضا الفنانه ريم فكري، وما خلاو ما قالوا فيها بدايه من نهار العرس، وقال لك سحرات لولدهم، وباللي الليله ديال العرس لقاو السحور في الدار وفي الكوستيم اللي كان لابس رضا، واتهموه حتى بالسرقه ديال الفلوس من الدار، وزادوا اتهموه حتى بالخيانه الزوجيه في الوقيته اللي كان خاصهم يسولوا في الجثه ديال ولدهم وكيفاش البوليس خاصو يلقاه ويشوفوا شكون هو السبب والمجرم والعصابه اللي دارت هذا الشيء، ولكن كان باين انهم استغلوا الفرصه باش يصفيو حسابات مع مرت ولدهم ريم بما انها فنانه مشهوره وعندهم مع عداوه من قبل، هذه الوجيبه باش نشوفوا السمعه ديالها ونهيو لها المسار الفني، وكما عرفنا المجتمع المغربي هو هذا ولفناه، الزوجه المغربيه ومرت
الولد ديما كتبقى غير مرت الولد. دير اللي دارت العائله راجلها غتسمى ما مزياناش. واول حاجه عائله الراجل ملي كيوقع لهم مشكل مع مرت ولدهم اول تهمه كيلصقوا لها هي السحور والسحاره. المهم الجريمه ديال رضا راجل فنان ريم فكري ولات قضيه راي عام. حتى شي واحد لحد الساعه ما عرف شنو المشكل وشنو السبب اللي خلاهم يعذبوه ويقطعوه بهذيك الطريقه. والقضيه ملي فيها افارقه مكريين من فرنسا باش يجيو يصفيوها ليه في المغرب، فهادشي باين شغل المافيات. لكن كنتسناو التحقيق ديال الشرطه المغربيه ملي لقاو الجثه ويعرفوا الاسباب الحقيقيه. اما الفنانه المغربيه ريم فكري من الاول كانت عارفه بان هذا الزواج غيوقع فيه شي مشكل، حيت قبل ما تزوج دارت فيديو وقالت بانها كضربها العين، وحاجه اللي حطات فيها يديها وتبعوها العينين ما كتصدقش. هذا الفيديو كانت فيه القصه الكامله ديال الجريمه المحمديه واللي كان الضحيه ديالها رضا الله يرحمه زوج الفنانه ريم. الى وصلتي حتى لهنا في الفيديو ما تنساش تشارك في القناه ودير لايك وتبارطاجي مع الاصدقاء ديالك وتعطينا الراي ديالك في التعاليق.